في ناس بتجوز بناتها عشان الجواز سترة أو عشان تطمن عليها، وفي ناس تانية بقى بتجوز بناتها كمشروع استثمار، مشروع مدته 6 شهور أو سنة بالكتير، والأرباح بتاعته بتكون مؤخر خيالي وقايمة منقولات بملايين ونفقات طول العمر تعيش مرتاحة بيها. أما بالنسبة للخسائر فبتكون حياة بنت اتدمرت وحياة شاب خسر اللي وراه واللي قدامه. أهلا بيكم في ظاهرة جواز السبوق، واللي عبارة عن أشنع أنواع التجارة بالبشر تحت غطاء الشرع والقانون، رغم أن الشرع والقانون أبرأ من أمثال هؤلاء. بتبدأ حكايتنا النهاردة بالجملة الشهيرة بتاعت يا عم احنا بنشتري راجل، اللي تقدر ان انت تجيبه واللي ما تقدرش احنا نكمل لك، وتلاقيهم موافقين على كل حاجة انت ممكن تتخيلها. ناس طيبين قوي يا خال، طيبين قوي يا خال. بس قصاد كده انت بس هتمضلنا على مؤخر كبير حبتين، هتحط لنا الدهب في القايمة، هنبالغ شوية في أسعار الحاجات في القايمة، بس احنا لسه بنشتري راجل. هو انت مش مأمن على نفسك ولا ايه؟ ده احنا اللي بنديك لحمنا يا ابني، وبعدين انت خايف تمضي يبقى انت مش شاريها وبتمضي. وبعديها يمر بس كام شهر على الجواز، وتبدأ الخطة الفعلية تشتغل. نبدأ نختلق مشاكل لأتفه الأسباب، زي مثلا واحد بيتقلب وهو نايم، أو مرة راجع من لعب كورة ما استحماش ونام على طول، وكل ده عشان ينكدوا على سيادتك عيشتك ويضغطوا عليك عشان تطفش أو حتى تمد إيدك. ويا سلام بقى لما تمد إيدك وفجأة بعد ما أنت كنت متخيل إنك بتأسس بيت تلاقي نفسك لابس في كم قواضي ملوش أول من آخر. قضية تبديد منقولات، قضية تمكين، قضية طلاق للضرر، قضية نفقة. في ايه؟ هو كله ضرب مفيش شتيمة ولا ايه؟ وفجأة تتحول الجوازة من رباط مقدس لمصيدة مالية، المحرك الأساسي فيها هم الأب والأم، والبنت يا دوبك كانت أداة تنفيذ. وفي النهاية أحب أوجه رسالة لكل أب وأم بيخططوا بالطريقة دي. اللي بتعملوه ده مش شطارة ولا تأمين لمستقبل البنت، لا لا لا، ده إتجار صريح بالبشر. انت كل اللي انت عملته انك أخدت فلوس في مقابل انك تجوز بنتك كام شهر وبعد كده تطلقها. الفلوس دي حرام، ودعوة المظلوم اللي انت خربت بيته وكنت عايز ترميه في السجن او ممكن يكون كمان اترمى في السجن، اوعى تفكر انها هتروح على الارض. عدالة. اما بالنسبة للشباب فمش كل البيوت امان. اسأل كويس قبل ما تناسب، شوف اخلاق العيلة دي ايه وتاريخها ايه. خلي بالك يا ابني، والله اللي بيبالغ في الماديات من البداية عينه على النهاية مش على البداية. وفي النهاية احب اقول ان الزواج سكن ومودة ورحمة، لا هو مشروع تجاري ولا استثمار. اتقوا الله في بيوتكم، وما تخلوش الطمع يخليكم تحولوا أولادكم لسلعة استثمارية.